تخيل معايا كده يا صديقي ان انت داخل مقابلة شغل، واقف قدام المدير، قلبك عمال يدق ولسانك رافض او خايف يتكلم، وتبص تتفاجئ ان الشخص اللي بعدك داخل بيهزر ويضحك ويتكلم عادي جدا بثقة، كأنه داخل يشرب كوباية القهوة بتاعته، مش داخل يعمل مقابلة شغل مع مدير شركة. السؤال هنا بقى يا صديقي، ايه اللي موجود عنده ومش موجود عندك؟ هل فعلا هو واثق في نفسه ولا دي مجرد خدعة المخ بيعملها؟ النهاردة يا صديقي انا جاي اكلمك عن الثقة بالنفس، مش ككلمة بتسمعها عادي في حياتك اليومية، بل كتركيبة كيميائية ونفسية عجيبة ومدهشة. تركيبة لو فهمتها ممكن تبنيها بنفسك من غير ما تحتاج كلام تحفيز من مدرسين تنمية بشرية. تلاقيه عمال يقولك آمن بنفسك واشتغل، وانت اوريدي مش عارف يعني ايه نفسي اصلا. كوباية القهوة اللذيذة ويلا. في البداية كده خليني أقولك على حاجة محدش بيقولها، الثقة بالنفس مش إحساس، ده تفاعل كيميائي موجود جوا مخك. كل مرة بتحقق فيها هدف صغير المخ بيديك جرعة بسيطة من الدوبامين، ودي مادة السعادة والتحفيز. بس مع الوقت اما بتعمل حاجات صعبة وتبتدي تتخطاها وتنجح فيها، بيتكون عندك توازن بين حاجتين اتنين، الدوبامين وهرمون تاني اسمه السيروتونين. والسيروتونين ده بقى يا صديقي هو البطل الحقيقي المسؤول عن الثقة بالنفس. ليه؟ لأن هو اللي بيخليك تحس بالاتزان والرضا الداخلي، تحس بقيمتك من غير ما حد يسقف لك. وده يا صديقي السبب اللي بيخلي الناس اللي دايما محتاجة تسقيف ومحتاجة مديح ما عندهاش ثقة أصلا بنفسها. بيبقوا يا صديقي واثقين في رأي الناس عنهم مش في نفسهم. لكن الغريب ان في معادلة بسيطة بتحصل في دماغك. معادلتنا يا صديقي بتقول ان الثقة محتاجة 3 حاجات: دوبامين زائد سيروتونين على الكورتيزول. يعني ببساطة كل ما زاد الدوبامين والسيروتونين وقل الكورتيزول اللي هو مسؤول عن القلق والتوتر، كل ما ثقتك في نفسك هتعلى اكتر واكتر. هتقول لي حلو حلو يا صديقي الكلام اللي انت بتقوله ده، يعني الموضوع في الاول وفي الاخر كيمياء. طب ما ممكن نزودها كيميائيا برضه، يعني مثلا لو شربت كوباية قهوة او خدت دواء معين هزود الثقة بنفسي؟ هقول لك يا صديقي، بس للاسف ثقة مزيفة. وده بالظبط اللي بيحصل مع بعض الناس اللي بتاخد منشطات او كافيين بكمية كبيرة وعالية. بيحسوا بطاقة وثقة مؤقتة، واول ما المادة تخلص من الجسم بيرجعوا لنقطة الصفر تاني. ولو جينا ناخد رأي علم النفس ونركبه المسرح، هنلاقي بيقول ان المخ عنده جزء اسمه اللوزة الدماغية او الاميجدالا، ودي كل حلقة تقريبا بنذكرها، هي اللي مسؤولة عن تسجيل كل تجربة خوف او فشل. يعني يا صديقي لو انت صغير اتعرضت لحد ضحك عليك او اتريق عليك لما غلطت في حاجه وقال لك ان انت فاشل، هنا الاميجدالا بتسجل الذكرى ديت وتفتكرها كويس في ملف اسمه انا مش كفايه. والملف ده ما بيتارشفش، ده بيشتغل تلقائيا. كل مره تحاول تعمل او تحقق حاجه جديده في حياتك تبدا تسمع الصوت اللي جوه دماغك بيقول لك ما تجربش تاني، فاكر لما فشلت؟ ولكن يا صديقي الخبر الجيد ان عندك اوبشن ان انت تدوس شيفت ديليت للملف ده خالص من ذاكرتك. ده يا صديقي عن طريق ان انت بتكدب الاميجدالا، بتكدب اللوزة بالتجربة، تقول لها انت بتقول ان انا هفشل، لا انا هجرب وهحاول وكمان تنجح. هتبتدي تمسح الملف القديم وتكون ملف جديد جوه دماغك مسؤول عن ثقتك بنفسك. ده اللي علماء النفس بيسموه اعادة برمجة الوعي الذاتي. ركز معايا، في نوع من الثقة اسمه الثقة الزائفة، وده بيكون اوحش من عدم الثقة خالص. دي اللي بتخلي الشخص يضحك ويمشي ويتكلم بصوت عالي وبثقة، بس اول ما يقعد لوحده ويبص في المراية بيحس ان كاره شخصيته جدا. يعني يا صديقي نقدر نصف الثقة الزائفة باحتراف التمثيل. تلاقي الشخص بيمثل انه واثق في نفسه وده ماشي معاه ولايق عليه اصلا، بس هو ما بينه وما بين نفسه ما عندوش ثقة. وده اللي بيحصل في السوشيال ميديا دلوقتي، الكل بيمثل الثقة بس قليل اللي عنده فعلا الثقة دي. وهنا بقى الغموض الحقيقي، هل تقدر توصل ثقتك بنفسك دي للناس من غير ما تبذل في ده مجهود او تحاول انك تثبت انك واثق اصلا؟ تعالى بقى واحدة واحدة نشوف ازاي تقدر تبني الثقة ديت قدام الناس. الناس بتشوفها فيك اول ما تبدا تتكلم معاها. هيبقى مطالب منك يا صديقي ان انت تبدا بالانتصارات والانجازات الصغيره اللي بتحصل يوميا، زي انك تقوم من السرير اول ما المنبه يرن، لان كل مره بتوعد نفسك بحاجه وتوفي بها قدام مخك يبتدي يسجل ان انت شخص بتنفذ اللي بتقوله. ودي اعلى درجه من درجات الثقه بالنفس، بتيجي من ابسط واصغر الامور. يعني مثلا الناس اللي بتبدأ يومها بشوية جري أو شوية رياضة خفيفة
مش عشان شكلهم لكن عشان التزام داخلي بيحسس عندهم حضور وثقة رهيبة بالنفس، بيحس انهم كسبوا اول معركة قبل ما العالم كله يصحى. تاني حاجة انت مطالب بيها انك تواجه خوفك الداخلي، ما تسيبوش وتهرب منه. في كل مرة بتواجه موقف كان بيخوفك، عرض تقديمي، انترفيو، مكالمة مع حد، كلام قدام ناس، وتبتدي تنفذ ده بثقة، مخك بيسجل الصورة الجديدة زي ما قلت، بتعيد برمجة المخ تحت ملف اسمه انا اقدر انفذ اي حاجة، مش انا مش كفاية. ركز معايا يا صديقي، وكل مرة الناس تشوفك وانت في موقف خوف بتواجه مخاوفك وثابت وشجاع، بيبتدي يتبني عندهم ثقة لا واعية وليس لها نهاية داخلية عنك، اللي هي بداية الكاريزما. وتالت حاجة مطلوبة انك تسيطر على لغة جسدك وعلى انفعالاتك، ودي هي الكاريزما الحقيقية. خليني اقول لك يا صديقي ان اول 7 ثواني بس ليك في اي مكان جديد كفال انهم يخلوا الناس يحكموا عنك وهيعاملوك ازاي بناء على وضعية جلوسك وعلى طريقة كلامك، على نظراتك للمكان اللي حواليك. ارفع صدرك سنة بسيطة وتنفس ببطء، واستخدم ايدك في الكلام بطريقة هادية على حسب المكان اللي انت قاعد فيه. نبرة صوتك منخفضة نص درجة عن المعتاد، لان الصوت الواطي بيجذب الانتباه اصلا عن الصوت العالي. خد مثل، تفتكر ليه الناس بتحب الممثلين اللي عندها كاريزما زي مورجان فريمان او عمر الشريف؟ مش بس بسبب شكلهم الجميل او كلامهم، لا، لان كل حركة وكل نبرة محسوبة برتم معين بهدوء وثقة. ما بيتكلموش بسرعة، بيسيطروا على الزمن اللي حواليهم، وده بالظبط اللي يخلي الكل يسمعك وانت بتتكلم. الشخص اللي بيفضل يتكلم كتير ده يا صديقي بيبقى عنده نقص داخلي وعايز يعوضه بالكلام، يعني يتكلم عن نفسه عشان يعرف يبرز للي حواليه ان انا بعرفكم تفاصيل عني ببين ان انا جامد. ولكن يا صديقي خليني اقول لك ان العكس هنا اللي بيتفهم ان ده شخص صرصار. وهنلاقي دايما اللي بيكسب الناس هو اللي عنده القدرة انه يسكت في الوقت الصح. الصمت بعد جملة قوية بيخليها تعيش في دماغ اللي قدامك، بتدي للجملة حقها. يكون على طبيعتك، ثقتك في نفسك مش انك تبقى نسخة من حد مشهور، لا، هي انك تكون نسخة من نفسك. الناس بتميل للطبيعية اكتر من المثالية بكتير. كل ما فهمك للحياة او للموضوع اللي انت بتتكلم فيه بيزيد، كل ما صوتك بيخرج منك بدون ما تفكر اصلا في انه يخرج بثقة. المعرفة يا صديقي بتديك حاجة اسمها هدوء السيطرة، وده اللي بيخلي الجمهور اللي انت بتتكلم قدامه يسمعك ويحس ان انت عارف اكتر من الظاهر. ابتسامة صغيرة، نظرة مستقيمة، نفس هادي، الناس بتحس بيك قبل ما تسمعك اصلا. يعني ابدأ دايما كأنك بتحكم الجو حواليك مش بترضي اللي حواليك. الثقة الحقيقية انك تخاف ومع ذلك تواجه الخوف ده وتنتصر عليه. خليك دايما فاكر ان الصوت اللي بيكلمك جوا دماغك مش دايما صوتك انت، ده بيبقى صوت ذكريات قديمة، مشاعر وكلام من ناس اتقال أثر عليك، وكل مرة بتواجهه بتبتدي تاخد جزء منه من سيطرته عليك لحد ما تمحيه تماما. وفي لحظة ما هتبص في المراية وتشوف نفسك لأول مرة، مش مجرد صورة، نسخة حقيقية تستحق إنها تكون. طبعا يا صديقي أنا مش محتاج أقولك إن لو حلقة النهاردة عجبتك اعمل لايك وسبسكرايب في القناة. سلام يا صديقي.